يقول الكلام ده توديه بهنا مستشفى العباسيه، يقعد هناك سنه ينظف مخه وبعدين يعمل كده. لا يمكن ولم يحدث. شوف انا يعني مسكنا الاثار، عملنا سياسه، قلنا ايه؟ نمره واحد نتفق يا جماعه علماء الاثار ايه القطعه اللي ما تسافرش. تمام؟ نمره اثنين نعمل نظام تامين على مستوى عالي. نمره ثلاثه تتخلف مظبوط. نمره اربعه يطلع معاها ضباط واثريين ومرممين يحافظوا عليها وقاعدين معاها على طول. نمره بعد كده استفاد ايه بقى؟ لازم استفاد فلوس، لازم استفاد سياسه، لازم استفاد سياحه، لازم استفاد اعلام. وده بيحصل. لو جيت معرض وشفت ايه اللي بيحصل مش هتصدق. انت لو شفت في المده اللي فاتت ما تلاقيش حد بيهاجم معرض. ليه؟ لان احنا شاركنا كل الناس. لا تعالوا دي مش اثار بتاعتنا، بتاعتكم. انتوا اعملوا السياسه. وفعلا دخلوا في اللجان وعملوا السياسه. اللي بيقول الكلام ده صدقني واحد مخه عايز يهاجمك يقول اي حاجه باي طريقه. لكن انا اتحدى اي انسان في الدنيا ان يقول لي قطعه اثريه واحده. ده القطعه دي الراجل راح مع انسان حط التدريب الرصاص مقفوله ما تتفتحش غير بالاثري والمرمم. يعني اجراءات لا تتخيلها لازم تعملها عشان تقدر تفتح فتحين. ونمره ثلاثه بقول لك اي اثري في الدنيا لو بص لدي اثار انا من بعيد اقول له لا مش هتفرق. في الجورنال قطعه جايه من المكسيك نشروه، انا قلت لهم اتحدى ان دي اثار وهترجع واثبت لك واقول لك ان دي مش اثار. الراجل اللي الاستاذ عيد او الراجل اللي جاي طلع مشهور في الديوان ما اعرفوش. انا ما بقراش يعني حاجه عن انا عارف حاجات اثار. فالراجل انتوا زعلان جدا هو الدكتور ظهر فلقيته زعلان يعني ما بتقراش حاجه قليل راجل جميل بشكل واتضح ان راجل مشهور وانا ما عنديش فكره. فلما جاب القطعه الاثريه انا شكرتهم لان كويس انهم بيفتشوا الناس وقلت له حتى لو انتم مش متاكدين ابعتوا لي برضه. فكانت حاجه جميله منهم ان هم فعلا 58 قطعه فندم زائد 1200 لا 54 قطعه مصري رجع ما عادش غير 31 بس المسؤولين. اخر قايمه 1228 بالظبط. 1228 القايمه الحمراء دي. بس لما بقول لك القايمه الحمراء دي مفيش فيها تمثال فريد اقدر اقول ازعل عليه. انا اللي كنت الحاجه الوحيده اللي زعلان عليها احنا جبناها من الزباله. ازاي في النقطه دي على قطعه مكرره بالظبط. هسأل سؤال في نقطه التحديد. الارض دي 28 انا عارف يعني حضرتك ان هيرجعوا تحت اي ظرف. صح. اسمه تصرف ازاي؟ مسجلين ما حدش يقدر يتصرف فيه. استحاله. بعد 100 سنه ممكن يجيب ولا يمكن. شوف يا اما هيبقى الترعه عشان ما يروحش لان دلوقتي 15 سنه مجلس القوات المسلحه ادي 15 سنه سجن قانون انا عايز 25. لكن اللي بقول لك الحاجه كويسه يا يحطها لنا عشان ترجع. طب ماذا عن قطع الحفاير؟ ما هي دي بقى مش حفاير اللي اسمها حفاير خلسه. دي اسوأ حاجه بتتم عندنا. لكن انا عايز اقول لكم حاجه. النهارده انا اجتمعت مع مجموعه من الامريكان جايين عشان يساعدونا وجايين من طرف الحكومه الامريكيه ايه اللي ممكن يعملوه للاسر. وجابوا لي حاجه موجوده منفذه في كل دول العالم دلوقتي اللي هو الساتلايت ايمج. فجابوا لي صوره لمصير في 2008 مفيش حاجه و2009 و2011 الجبانه المتعديه. فمن خلال الساتلايت ايمج دي يسموها بالعربي اللي هي الاقمار الصور الصناعيه تقدر تحمي لان الحفاظ الخلسه النقط بتحصل النقط طبعا كده تقدر نحمي. لكن ما فيش لان مصر كلها الحديثه مبنيه في مصر القديمه اسوان ادفو كومومبو اسكندريه المطريه لو حفرت في وسط بيتك بتلاقي اثار. فصعب جدا. وبعدين حصل فيه مشاكل الكنز والرسائل. مثلا انت تكلمني في التليفون في موضوع كنت حاسب فيه رساله كانت مراتي العبد ايه محمد ايه يقول محمد. طبعا الفهلويه موجودين الرسائل دي كلها نصب على الناس بحيث ان انت تتكلم يقول لك طب تشوفها ويبيع لك اثار مقلده. وبعض الصحفيين عملوا صفحات وقال لك تتبع العصابه ونشر الصور كلها قطع مخلده بتاعتها. خدت بصير من الناس اللي بتتكلم عليه واحد يلاقي حاجه ويتكلم عنها او عاوز واحد انت
فعلا مجال لانه كثير من الناس بيحكموا اسفل بيته. انت محتاج قوه انتشار سريع، محتاج حد يطلع. هو ده يبقى موجود في كل محافظه. ما هو احنا عندنا الاثريين اللي هيمسك ده هيبقى في ده في الاقصر مثلا. طيب فيبقى الساتلايت انا عندي في سيستم. لا في شاشه عليها الصور كله ان الحته الفلانيه اول حاجه تتم الان سنه كذا او تعدي بالشكل الفلاني اقدر. الصور دي غاليه الحقيقه وهم هيشتروها لنا. وطبعا هنشوف بس عشان الامن القومي لازم ناخد نص الامن القومي. انا ده اهم المناطق اللي عندي. هنختار 10 مناطق نبدا بيهم ونشوف النظام ماشي ولا لا وناخد نص الامن القومي على الحاجات دي كلها عشان نقدر. لكن انا حاسس ان دي هي الحل الوحيد عشان نوقف الحفاية الخلسه اللي بتتم في مناطق كثيره في مصر. نستفيد بجوجل ايرث. نستفيد بجوجل ايرث. هي صور القمر الصناعي جوجل ايرث. هي جوجل ايرث. هو دلوقتي البعثات الاجنبيه بتاخد نسبه من اثار المنتشر؟ لا اطلاقا. اولا نمره واحد كان القانون بتاع 83 ادوهم 10%. قانون 2010 لغى النسبه تماما. ممكن اتفضل. امتى هنفك الارتباط والامتداد بين الاثار والاوقاف والمحليات؟ في 80,000 مليون اثر ملهمش صاحب في مصر. عايزهم بالاسم وممكن لا انا هقول لك كلامك مظبوط. احنا لما جينا عملنا قانون الاثار الكبير كان في نص يعني قدامنا موضوع الاوقاف. هو المحليات مفيش مشكله لان المحليات القوانين بتاعتنا بتوقف اي حاجه في المحليات. المشكله كلها الاوقاف. يعني انا مثلا اكتشفت ان حاجه يعني كسوه الكعبه هي حاجه خاصه بسيدنا محمد. يعني حاجه خاصه مهمه جدا ولقيتها في بتاعت الاوقاف مش مسجله اصلا. طب ازاي؟ انا الحقيقه القانون اللي احنا عملناه ده بيفض العلاقه لكن ما ينفعش افضها بالقانون. لازم اقعد مع وزير الاوقاف وبتوع الاثار وبتوع الاوقاف ونقعد نحدد موضوعين. الموضوع الاولاني القطعه الاثريه اللي انت بتقول عليها دي وازاي انا ازاي نتفق على حاجه. يعني الجامع انا برمم جامع اسد بقوم اسلمه الاوقاف انا بقى بيبص على طول والميضه بتبوظ كل حاجه وبعدين بتسلم. انا ازاي احرس الجامع ده واللي مسؤول عنه حارس بتاع المسجد؟ ما ينفعش ما اقدرش. فاحنا عايزين نتفق على ان انا وهو نجيب شركه امن تحرس المساجد الاثريه دي. ما اعرفش معناه كام 37 حاجه. هو ده الحل الوحيد. ففعلا دي مشكله الاثار الاولى هي العلاقه بين الاثار وبين طب ايه اللي لا ده اتفقت مع وزير العمر اوريدي وقلت له انا جاي لك والراجل وافق ورحب وهنعمل اتباع موسع بيننا وبينه عشان نحل كل هذه المشاكل. هل من السهل مثلا ان المحليات تيجي على اسم شارع له قيمه اثريه او له كذا وفجاه تسميه شارع؟ انا مش مسؤول عن ده. ده مين مسؤول؟ اللي مسؤول بقى شارع مثلا تاريخي تلاقي شارع سوق السلاح فجاه بقى اسمه شارع علوي حافظ. انا غير مسؤول عن الموضوع ده. سوق السلاح مش شارع اثري. المسؤول عن هذا الموضوع مش شارع اثري؟ لا يعني في اماكن اثريه عندنا 300 اثر فيه دلوقتي. استنى انا اقول لسه حاجه. في اماكن اثريه لكن انا ماليش دعوه بالشارع كشارع نهائي. لا املك تغيير اسمه. اللي مملك هذا الموضوع المحافظ واللي ممكن يعترض على هذا جهاز التنسيق القضائي بس مش انا.